بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدردش معاكم شوية النهاردة بخصوص السادة النواب المحترمين. طبعا أنا مش طالع أهاجم حد، والله ما بهاجمكم ولا بتكلم، عشان أنا بقول والله وأنا متوضي وربنا سبحانه وتعالى هو العالم. لا بتكلم عشان خاطر منصب، ولا بتكلم عشان أنا محتاج حاجة، ولا بتكلم عن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، انا ما طلبتش حاجة منهم نهائي غير ببعت ناس فعلا للسيد اللواء يونس الجاحر بس. انما الثلاثة التانيين الحمد لله رب العالمين مش هطلب منهم اي حاجة. انا كنت طلبت مرة طلب من واحد، حطيت ايدي في ايده وقرأت معاه فاتحة وللأسف خذلني، وحلفت بالعظيم ما انا طالب منه اي شيء طلب تاني، وما كانش طلب شخصي. انا مش مطلب طلبات شخصيه من حد، بس اللي هو يونس الراجل ببعت له ناس لحد عنده عشان الكلام يكون واضح. انا صريح. انا عاوز اعرف الساده الاربع نواب اللي موجودين في ديروت، لو كل واحد منهم، شوف بص كلامي واضح، لو كل واحد من الساده النواب قعد في مصلحة حكومية يوم واحد بس، وفر للناس اللي بتنزل تنتخبنا، الناس مش هتبقى طايقة روح ايام الانتخابات. الناس مش اما تتقبل ان انت تقول لهم روحوا انتخبوني. عارفين الناس بتطلع ليه؟ والله العظيم الناس بتطلع عشان السكر والرز والمكرونة. والله الناس بتطلع عشان السكر والرز والمكرونة. الناس اللي فاهمة وواعية والله ما بتطلع، عشان احنا اللي بنعمل فيهم كده. احنا بنضحك على روحنا. انا عاوز واحد بس يطلع يدي صوته وهو مقتنع ان هو طالع يدي صوته لفلان، والله هتلاقوهم 5% او 4%، بس طالعين يجاملوا، وبرضه طالعين يجاملوا. ما علينا. لو كل واحد من الاربع نواب اللي موجودين في ديروت قعد في مصلحه حكوميه، يعني لو واحد راح المستشفى يوم وشاف الوضع، وواحد راح الشؤون الاجتماعيه والمعاشات يوم، وواحد راح شركه الكهرباء يوم، تمام، وواحد راح مجلس المدينه والمركز يوم، مركز الشرطه. لو خصصتوا روحكم انتوا الاربعه كل واحد في مكان ما من المؤسسات دي، المواطن مش عايز منك حاجة تاني بصراحة، لانك هتحل 3/4 المشاكل بتاعته. يا جماعة الخير، الموظف عايز المواطن عاوز يشوفك على ارض الواقع. انت ديركم 3 سنين في المنصب ده، الدورة الثانية مش الاولانية، سيبنا من الاولانية، احنا في الدورة الثانية دي. مفيش نائب من النواب يمكن عمل حاجة حقيقية على الأرض أو اتوجد. ده احنا عندنا موقف أسيوط المشاكل مستمرة على لحد النهاردة، موقف بتاع عربيات مش عارفين نحله. بس اللي احنا يعني معلش في الكلمة، اللي احنا شاطرين فيه لما يجي معالي الوزير المحافظ باشا ينزل عندنا، الشوارع تتسفلت وتلمع وتتنظف، وحضرات السادة النواب يجروا عشان خاطر نتصور وناخد اللقطة. ده احنا افتتحنا مسجد النهارده، ده احنا افتتحنا مدرسة النهارده، ده احنا عملنا، وهي الدولة اللي عاملاها. الدولة هي اللي سعت وعملت الحاجات ديات. انتوا فاهمين؟ انما للاسف الشديد احنا نموت ونجري ناخد اللقطة، وتلاقي شوية المطبلطية المعرضين يخشوا على الصفحات منورة معاه. ده انت كنت منور الدنيا مع الباشا، ده انت النهارده بدحت، ده انت النهارده عملت. ما هم شويه المعرضين دول رجول الدكك، رجول الدكك دول هم اللي خربوا بيتنا، وهم اللي وصلونا لكده. ربنا ينتقم منهم، وانا متوضي بحق لا اله الا الله، ربنا يخرب بيوتهم زي ما خربوا بيوت الغلابه ودمروا بيوتهم باختيارهم للاشخاص والتطبيل. للاسف الشديد عاوزين حضراتكم تنزلوا شويه على ارض الواقع، الناس تشوفكم. وحشتونا السادة النواب، وحشتونا، عاوزين نشوفكم، والله العظيم وحشتونا، عاوزين نشوفكم في الأماكن كده، تروحوا تحاسبوا الناس وتشوفوا الناس عايزين، الناس الغلابة محتاجاكم، والله العظيم وحشتونا.
انزلوا من بيوتكم وشوفوا الناس محتاجه ايه. لا بتتواجدوا في جلسات في المجلس بنشوفكم صوتكم عالي مثلا زي النواب التانية، ولا بنشوفكم على ارض الواقع. انتوا فين طيب؟ وايام الانتخابات عايزين الناس تطلع وعايزين نحشد ناس، طب الناس هتطلع لك كيف وانت مش موجود؟ انا قلت لو الاربعه اللي موجودين لو كل واحد اتواجد في مصلحه هتتحل مشاكلنا كلها هتتحل. روحوا اتفرجوا على المستشفى، شوفوا الشؤون، شوفوا الكهرباء، شوفوا المجلس، شوفوا المركز، شوفوا الحاجات دي مهمه. الحاجات دي مهمه قوي للمواطن. المعاشات والتأمينات والضرائب الحاجات دي مهمه جدا يا جماعه. انا مش هقول لك روح كل يوم، ده هو يوم. لو خصصت يوم كل شهر ورحت هتحل مشاكل الناس عشان خاطر ربنا. بلاش المصالح الشخصيه، بلاش ان انا اخدم فلان عشان ده من عيله كبيره واضحك الناس التانيه. الغلابه ده احنا خلاص فرمناهم موتناهم مش لاقيين ياكلوا. نتاكل الله شويه، ارحموا روحكم. ده انت بكره هتخش قبر والكرسي ده مش هيبقى معاك المنصب. بكره وبعد هتبقى في القبر هتقول لربنا ايه؟ هتبقى تقول له ايه؟ ده انا خدمت شيبت عشان شيبت من عيله. هينفعنا ايام الانتخابات؟ نتقي الله شويه عشان خاطر الناس تنزل لنا في الانتخابات. اعمل ليهم عشان ينزلوا لك. شكرا.